يا صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما بتشوفي الفيديو. بس انا بالنسبه لي الفيديو ده صباح الخير، يعني ده اول يوم، يعني ده بدايه اليوم بتاعي. انا بعمل كوبايه ميه دافيه كده وبحط عليها ليمونيه معصوره ومعلقه عسل نحل. وده المفروض ان هو بيقوي المناعه وبيحرق الدهون، فده بيبقى مشروبي الرسمي. اول حاجه احطها في بطني طول الشتاء. كمان لو عندك برد كمان بيساعد على ان هو يتشال كحة بقى الحاجات طول البرد دي طول الشتاء كده معانا. الى محبين الشتاء، يا رب تكونوا مبسوطين معانا. بس كده، المهم معلقة عسل مش كبيرة طبعا، بقلب بمعلقة ما تكونش معدن عشان ما نفقدش خواص العسل. بس احطها جنبي بقى، وتعالوا نبدأ يومنا النهاردة ونعمل اللانش بوكس بتاع النهاردة. كنت مدية الولاد معاهم سندوتشات يعتبر غريبة بالنسبة للولاد اللي معاهم، فالنهارده حبيت اشاركها معاكم، يمكن كتير منكم ما يعرفوهاش. ودي لحمه مفرومه بالبيض. انا بجيب معلقتين بالظبط من اللحمه المفرومه، وبحط عليها حبه ملح وحبه فلفل، هي خلاص اساسا متبله، بس الملح والفلفل دول بتوع البيض، يعني بحط لها نص معلقه سمنه زياده واحط عليها 3 بيضات. ده بيوحيلي البلوبيف ابو بيض، فاكرينه؟ علبة البلوبيف وصلت كام يا شباب النهاردة؟ الله أعلم بيها. يعني احنا بنجيب البلوبيف المستورد فبطلنا واستبدلناها باللحمة المفرومة بالبيض. كتير من الأولاد أصحاب أولادي يعني استغربوا جدا الأكلة، عجبتهم لما ادوها من أصحاب من أولادي يعني، بس استغربوا، فقلت لما انشرها معاكم يمكن تطلع ترند. فدي لحمة بالبيض احنا بنحبها جدا ومميزة جدا جدا، بتدينا نفس نكهة البلوبيف، بالذات لما بنكون معصجين اللحمه بتاعتنا ببصل يكون مفروم في الكبه، يعني مش باين، فبتدي نفس الطعم. بعصج اللحمه واخد يا دوبك 3 4 معالق اشيلهم بالشكل دوت، وبستخدمها بديل اللانشو. طبعا ده افيد بكتير جدا جدا، اوفر بكتير جدا، وصحي بكتير جدا جدا. يعني تعالي نحسب كده، اللانشو الحيواني السعر وصل لغايه كام دلوقتي؟ وكله مصنعات وكله يعني لحوم مصنعة، ومش احسن حاجة نقدمها لاولادنا، ومش حاجة طبعا صحية بالمرة. فجربي الطريقة دي ولو معلقتين 2 بس، حطي عليها بضاية او 2، هتعمل معاكي كمية محترمة، وفي نفس الوقت هتبقى طعمها جميل ومميز. انت عاملاها من البيت، اللحمة عارفاها يعني مصدرها ايه، وبجد بجد طعمه مميز جدا، مشبع جدا جدا ومغذي. وهي يعني نوع من انواع اللحوم اللي تنفع للمدارس، معاها سندوتش جبنه وبتقضي الغرض. تمام، بدل كل مره لانشو كل مره لانشو. اللانشو اكيد مش صحي، وكمان مش من الحاجات المفيده بالنسبه للاولاد. تمام كده. كان عندي جبنه رومي، زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك بواقي، فسدينا بيها احتياج اليوم ده. يعني كده مشينا كل واحد سندوتش جبنه رومي وسندوتش لحمه بالبيض، ولمينا الدنيا وخلاص. هجيب اللانش بوكس بتاعنا وهبتدي اقطع السندوتشات بتاعتنا نصين واحط في اللانش بوكس. لو عندك افكار قولي لي لللانش بوكس، احسن احنا زهقنا. اي نعم الترم خلاص بيقفل، بس احنا خلاص بنستغيث يعني. هنزق مع بعض كده الايام اللي جايه على قد ما نقدر. قولي لي افكار في الكومنتات تحت علشان اقدر احطها للاولاد لو عندك اي فكره جديده. المهم هنا حاطين لهم، طبعا ما بحسبش السندوتشات بحالها فبقطعها نصين كده. ونبتدي ناخد السناكس. هناخد ايه النهارده سناكس؟ هنعمل ايه سناكس النهارده؟ يعني مش حاجه مبتكره، بس يعني الحاجه المتوفره في البيت. كان عندي رمان مقطعه، فجبت لهم علب صغننه كده. انا بشرب المشروب بتاعي اثناء ما بعمل لهم اللانش بوكس، يعني عشان ما اضيعش وقت، عشان لازم يتشرب وهو دافي يعني. تمام. حطيت لهم حبة رمان كده، طبعا من غير المية بتاعتها، علشان ما يبهدلش الشنطة ويحاول يعني يقع من العلبة يعني. فبس بقى كده هحطها تاني في التلاجة. العلبة محكمة الغلق ومقفولة، فبتفضل في التلاجة من غير ما تاخد ريحة او طعم او اي حاجة. تمام كده. نبتدي نرصص. هنحط الموز، وهحط كمان خيارة، ده اساسي. يعني وجبة الخيار ده حاجة الوحيدة الخضروات اللي بياكلوها، لانهم ما بيحبوش الجزر ولا بيحبوا مثلا الكابوتشا، ما بيحبوش ولا مثلا طماطم. بنقاسي احنا في موضوع الخضار دي. معانا الخيار ده ماشي معانا طول السنة، صيف وشتاء وفي كل الاوقات. انا بحاول بقى هنا، حسيت ان هنا الخيارة هنا ادخل من الخيارة هنا، فقلت اخد 2 من هنا و2 من هنا. بتقابلني المشكلة دي كتير، واكيد بتقابل يعني كل الامهات. ازاي تعدل ما بين عيالها في اقل وابسط الاشياء، يعني عشان ما تحسش ان هنا حاجة مختلفة عن هنا، وهنا اخد قليل وهنا اخد كتير.
اكيد بتعملوا كده، اكتبوا لي في الكومنتات. هنا فتحت واحد كيس من المولتو، لقيت فيه 7 وحدات، حطيت لكل واحد 3، وطبعا دي زياده، مين اللي ياكلها؟ مامي. وانا واقفه على طول بعد ما خلصت الكوبايه بتاعه ال- المشروب، ولا صدقوني لسه ما خلصتش يعني، لغايه وقتنا ذلك كنت لسه بشرب فيها. المهم يعني اخدتها في النص وخلاص. وده اللانش بوكس بتاعنا بتاع النهارده، وحطيت لهم معالق علشان ياكلوا بيها الرمان. بس كده. كان في سناكس بقى، كيس سناكس من اللي هو سان بايتس ده، حطيت لهم حبه يعني من حاجات الحوادق. وكده تبقى الوجبه بتاعتنا كامله متكامله، فيها سناكس اللي هو الحلو اللي هو الجيلي كولا، وفيها سناكس الحادق اللي هو السان بايتس، وفيها المولتو، وفيها كمان موز وخضار اللي هو الخيار. حلوة قوي كده يعني. اشوفكم في فيديو جديد ولانش بوكس جديد. باي باي.